مين هو ابن الأصول؟ في ناس كانت تقول ابن الأصول ده اللي لهم أرض في البلد، اللي من عيلة كبيرة، اللي أبوه مش عارف أبوه الحاج فلان فلان بيه، أو مركز أو أنا كنت قاعد أفكر. كان واحد سألني السؤال ده والله بالليل، يعني قلت ابن الأصول ده اللي هيقعد جنب الرسول في الجنة. هو ابن الأصول. يعني أسف، جات لحضرتك دي ازاي؟ يعني واحنا كلنا متعارفين على ابن الأصول اللي متربي، اللي ابوه مش عارف ايه، اللي عيلته مش عارف ايه. أحاسنكم أخلاقا ده ابن الأصول. الله. الموطئون أكنافا، يا سلام، اللي مش متكبر ابن أصول. الذين يألفون ويؤلفون ابن أصول. ده شرح سيدنا النبي: أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. قول لي بقى ليه؟ اللي بيحب الناس ده مش حقود، واللي الناس بتحبه نقي، عنده قبول، نقي. صحيح، يبقى ابن أصول. صحيح والله. لا هو معاه فلوس ولا بالعكس، ده ان كتير جدا تلاقي ما معوش فلوس خالص ومع ذلك خلق ما حصلش، تواضع ما حصلش، الناس كلها بتحبه وهو بيحب الناس. هو ده الولاد الأصول. وهو الميزان اللي ربنا بيوزن بيه الناس، مش ميزان الفلوس خالص، ولا ميزان المناصب ولا الشهرة ولا انما الميزان ميزان تاني خالص. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هو في حاجة أعداله الله. يعني اللي في مركز كبير نحيي غدره بعد شوية، اللي معاه فلوس والله العظيم، والله العظيم في أمراض لما معاك مال قارون ما تخف منه. والله العظيم، وأنا دكتور. أيوه، لو عندك مال قارون ما تخافش منه. الفلوس ما بتعملش حاجة، ولا المنصب بيعمل حاجة، ولا الحاجة الوحيدة صلتك بربنا هي اللي هتخليك يعني تسلك. طيب حضرتك قلت حاجة دلوقتي، وخليني معلش يبقى ده آخر مصطلح في الفقرة بتاعت المصطلحات دي أوقف معاه. فقلت محدش واخد حاجة، كله سايبها. أيوه. الموت، الدكتور حسام شايف المصطلح بتاع الموت ده ازاي؟ اقول لك زي ما انا شايفه ولا زي ما انتوا شايفينه؟ لا، زي ما سيادتك شايفه. كان في كوبايه ميه دلوقتي بنشرب منها، وتقدر تتوضى منها. ايوه. وتشربها، تطبخ بيها، وتستحمى بيها. ايوه، تستخدمها استخدامات كتير زي ما انت عايز. ده الايه؟ الميه. طب لو اتبخرت مش لاقيه. هي موجوده بس انت مش شايفها. الروح من امر ربي. سلام. لكن ده الفكر البشري للانسان لما يموت، هو اتبخر، موجود. الروح هو موجود، مش هتروح، لا تفنى. لا، طلعت لخالقها. الجسد لا قيمة له. نعم. عندك خاتم ألماس ب2 مليار دولار، متخيله؟ في علبة قطيفة. لو شلت الخاتم العلبة لها قيمة؟ لا، تترمي في الزبالة. هذه هي الروح وهذا هو الجسد. سلام. الخاتم هو الروح، والعلبة ده جسد ملوش أي قيمة. ولذلك في آية بيفسروها مش صح، يعني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ربنا بيكلم الحي ولا الميت؟ كلم الحي. لا، كلم الميت. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هيشوفها ازاي واحد صاحي؟ لا، فهمت حضرتك عايز تقول ان الزياره مش مقصود بها الزياره انت رايح جاي. لا، اللي انت خلاص اللي مات، زياره القبر. ما هي فعلا معناها كده. حتى زرتم المقابر هنا معناها اللي راحوا خلاص راح. وزياره لانه بعد كده هيطلع من الحياه البرزخيه. لما تتبخر موجوده، روح، لكني مش شايف. وبعدين ربنا قفلها على العلماء. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يعني مهما عملتوا مش هتعرفوا إيه هي الروح دي. حضرتك اديتني ملمح دلوقتي. الروح دي لا تفنى، لا تبلى خالص. ده يخلينا ننتبه إن إحنا مخلوقين علشان نخلد، بس مش في الدنيا. صح. احنا مخلوقين للأبد فوق، بس ده هتفضل للأبد. بخار المية ده مش هيروح. لجنة أبدا أو لنار أبدا والعياذ بالله.